أقوى وأشهر العلامات اللي بتدل إن في حد بيفكر فيك وهي تكرار اسمه بشكل مستمر. تمام. وهنا علماء الباراسايكولوجي اتكلموا عن الموضوع ده وقسموا الموضوع لنظريتين. نظريه بتقول لك انك لو شخص ارسل لك طاقه من التفكير فيك دي على هيئه فريكوانسيز او ترددات ذهنيه زي الموجوده في الراديو بالظبط. فالفريكوانسيز دي بتوصل لك فبتخليك تحس بيه وتفكر فيه في نفس الوقت. ولو حصل ان انت ما فكرتش فيه على الاقل هتجذب ليك الاشياء اللي بتقربك منه، زي ان اسمه يكون قدامك بشكل مستمر. الحاجات دي بتحصل كده بشكل تلقائي، انت بتقول ان دي صدفه بس هي مش صدفه خالص. النظريه التانيه بتقول ان مش شرط ان الشخص هو اللي يكون بعت لنا الفريكوانسيز دي، ممكن يكون احنا من كتر تفكيرنا في الشخص ده بدانا نفعل قانون الجذب فبقينا نجذب لينا واحده واحده اي حاجه تقربنا من الشخص ده، سواء اسمه سواء الاماكن اللي احنا كنا فيها مع بعض سواء الاغاني اللي بنسمعها. فانت لو عايز تفرق ما بين ده وما بين ده، عنصر المفاجأة اللي برضو اتكلمت عنه لما قلت انك ازاي تعرف ان في حد بيفكر فيك ولا لا، وازاي تفرق ما بين ان شخص بيفكر فيك وان انت تكرار التفكير جوه عقلك الباطن ده بيخليك تفكر فيه. تمام. فباختصار انت لو لقيت نفسك بتفكر فيه بشكل مستمر واثناء تفكيرك الهستيري تجاهه بتلاقي اسمه بيتكرر كتير، اعرف ساعتها ان مش شرط يكون هو بيفكر فيك، لا ده انت من قوة تفكيرك والفريكوانسيز بتاعتك بدأت تجذب ليك الاسماء بتاعته او الحاجات اللي بتقربك من تفاصيله، وهو في نفس الوقت استقبل الفريكوانسيز بتاعتك دي من طريقه تفكيرك تجاهه وبيشوف اسمك بشكل مستمر. لكن لو انت خلاص الشخص ده بدات تطلعه من قلبك شويه وتطلعه من عقلك شويه وتخطيته بعض الشيء وما بتفكرش فيه بشكل مبالغ بس لقيت اسمه بيكرر كتير، فهنا العكس، هنا بقى هو اللي بيفكر فيك بالشكل الهستيري. تمام. وبيشوف اسمك بيكرر كتير وفي نفس الوقت الفريكوانسيز بتاعته بتتبعت لك فبتخليك تشوف اسمه مش بشكل كتير، لا بشكل مستمر بس على فترات متقطعه مش كله مره واحده كده. تمام. اكتبوا لي في الكومنتات تجاربكم في الموضوع ده واستنوا فيديوهات اكتر ان شاء الله.